اصور الفيديو بس كنت حاسس ان انا مكسل، فحبيت اجيب بقى شوجر كين جوس مع كوفي. احنا مش من ايجيبت بقى، احنا مصريين عادي. ده عصير قصب باللبن عادي، وده نسكافيه. الطريقه بقى مع حضرتك ايه؟ ندوق بقى. لازم تجربها، حاجه زي الخرا. بتكلم بجد، طعمه حلو، طعمه حلو قوي. تعالوا بقى نشوف موضوع النهارده اللي احنا هنتكلم فيه. موضوع النهارده هو انك ازاي تتكلم قدام الناس، ازاي تتكلم قدام جماعه من الناس. حاجه زي كده انت محتاجها في كذا حاجه، محتاجها وانت طالب سواء بتقدم برزنتيشن، سواء بتعمل مشروع، محتاجها وانت موظف لو انت بتقدم فكره للتيم بتاعك، لو انت بقى فاتح مشروع محتاج تقول حاجه للعمال عندك او تقول حاجه للموظفين عندك، عايز تحكي قصص، اي حاجه فيها بتكلم فيها مجموعه من الناس، انت محتاج تكون عندك المهاره دي. مش عايزين نطول كتير بقى، يلا نشات. اهلا بيكم يا جماعه في قناه جيم السلطان اللي عملتها مخصوص عشان ما تبقاش عطلان. لو مهتم بتطوير نفسك وانك تتعلم من نفسك وتكون انسان جديد، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس تعمل لايك للفيديو. لو انت شقي بقى وبتاع اماكن كتير وبتروح حتت كتير، عايز تعرف انا فين دلوقتي، اكتب لي تحت في الكومنت انا فين دلوقتي. تتكلم قدام مجموعه من الناس ده بيحتاج لكذا حاجه المفروض تكون موجوده فيك. تعالوا نبدا باول حاجه. اول حاجه وهو انك تكون محضر الموضوع اللي انت هتقوله او هتلقيه للناس كويس جدا. ما ينفعش تطلع تتكلم مع ناس في حاجه انت مش فاهمها، او حاجه انت مش دارسها كويس، او حاجه انت ما خططتلهاش قبل ما تطلع تتكلم فيها. فكونك انك تكون دارس الموضوع او تكون محضر له، ده هيساعدك كتير قوي انك تعرف تتكلم قدامهم. ندخل على تاني حاجه وهو الاي كونتاكت. لازم وانت بتتكلم قدام الناس، سواء طلعوا معاك في الجامعه، طلعوا معاك في المدرسه، ناس معاك في الشغل، صحابك، لما تتكلم قدام ناس كتير كده لازم يبقى في اي كونتاكت، لازم يبقى في تواصل بصري بينك وبينهم. اللي انت بتكلمه انت باصص له. لو مجموعه من الناس انت عمال تبص يمين القاعه، شمال القاعه، في نص القاعه، ده هيدي اللي قدامك انطباع انك مهتم بيه وبتلقي له الكلام، بالتالي هو هيركز مع اللي انت بتقوله. تعالوا ندخل مع بعض على ثالث حاجه لازم تكون موجوده عندك، وهي البودي لانجوج. لا حلو قوي، حلو قوي بجد. البودي لانجوج ده يا معلم انك تكون تعرف تتكلم بلغه الجسد قدام الناس. زي ما انا بكلمك دلوقتي، ما ينفعش وانت بتتكلم قدام مجموعه من الناس تبقى واقف كده، لا، حرك نفسك واتكلم معاهم، فارد ظهرك، قاعد بتلقي الكلام اللي انت بتقوله، بتشاور من غير افوره. مش لازم تافور جامد في البودي لانجوج عشان هتبان اهبل لما اوصل. من اهم الحاجات بقى اللي تعطلك من انك تتكلم قدام الناس وهي الخوف. بتغلب على الخوف ده عن طريق انك تحط في دماغك ان الناس اللي قاعده قدامك مش عايزاك تفشل، الناس اللي قاعده قدامك دي عايزه تسمعك، قاعده عشان مهتمين باللي انت بتقوله. تاني حاجه بقى عشان تتغلب على الخوف، وهي انك لو غلطت تكمل عادي. اوعى الغلط اللي انت تغلط ده يخليك مثلا تقف وانت بتتكلم، او يخليك تعطل، او يخليك تسكت. لا، غلطت في حاجه كمل عادي بعدها، ما تقفش، ابتسم ابتسامه عاديه جدا وكمل. هم قاعدين وعارفين انك بني ادم وبتتكلم، البني ادم غلط. ثالث حاجه بقى يا معلم وهي الممارسه. الممارسه ثم الممارسه ثم الممارسه. لازم اي حاجه في الدنيا محتاجه ممارسه، فدي كمان محتاجه ممارسه. انت تجرب كتير وتعوق كتير احسن ما يجي مره تطلع غصب عنك تتكلم قدام الناس هتخرب الدنيا. فانا عايزك اي فرصه تجيلك انك تتكلم قدام الناس، سواء مثلا في اذاعه مدرسيه، سواء في برزنتيشن في الجامعه، سواء برلمان. انا الحاجات دي كنت بشترك فيها زمان، كنت بشترك فيها كتير عشان نتعود على الكلام ده. في النهايه بقى انا عايز اقول لك ان الكلام قدام الناس زيه زي اي حاجه، دي مش موهبه، دي مش حاجه انت بتتولد بيها، دي حاجه زي مهاره بتتعلمها وتجرب وبتغلط فيها وتعوق كتير لحد ما بتعملها احسن حاجه. بس كده يا معلم، ده فيديو بتاع النهارده. ما تنساش تعمل بقى لايك وسبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك في فيديو جاي.